عمرك سمعت الخرافة دي قبل كده؟ بيقول لك انك بتعرف المعجون طبيعي ولا كيميائي من اللون اللي موجود تحت ده. لو اسود يبقى كيميائي، اخضر يبقى طبيعي، لو ازرق يبقى طبيعي على كيميائي، احمر في مواد خطيرة ما تستعملوش خالص. والحقيقة اللون ده ما هو الا مجرد كود للمكنة للمكان اللي هتقطع وتلحم من عنده، ملوش اي لازمة تانية غير كده. في ناس تانية بترجع تقول لك لا ده هو مش من اللون ده، الكود اللي مكتوب هنا او الرقم اللي مكتوب هنا ده ليه لازمه. لا ده هو ده ملوش لازمه، ده عباره عن رقم الباتش. فالدوت الوحيده هي في التراخيص، ولو حصل مشكله من المنتج وحد عمل شكوى لوزاره الصحه، وزاره الصحه بترجع لرقم الباتش وتراجع الباتش كله وتشوف هو مطابق للمواصفات ولا لا، وبناء عليه بتاخد الاجراءات. فانت عاوز تعرف هو طبيعي ولا كيميائي، بتعرفه منين؟ مش اي حد بيعرفه، دي لازم يبقى خبير. بيبقى مكتوب على المكونات اللي موجوده هنا، المكونات بتبقى مكتوبه بطريقه معينه، بتلاقي فيه مثلا حاجه زي الكلاف، مسواك، او اي او الوفيرا. فهو ده ده اللي عاوز تعرف هو طبيعي ولا كيميائي، بتعرفه من التركيبه المكتوبه بيه، مفيش اي علامه بتبقى موجوده على علبه المعجون. لو عاوز بقى تعرف ازاي تختار المعجون صح، بتجي تشرب اي حاجه سخنه ساعه اسنانك بتوجعك، او تختار الفرشه ازاي، او تستعملهم ازاي، راجع الحلقه اللي احنا عملناها على اليوتيوب، هسيب اللينك في التعليقات. سلام.